عليكم. انا كتلميذه سنه اولى بكالوريا متبوعه في الاخر العام بجهاوي. حنا كتلاميذ كنطالبوا بحقنا في التعليم. كاد المعلم ان يكون رسولا. الوالدين ديالنا ما عندهمش الامكانيه باش يقريونا في الخصوصي. واش اللي عنده 4 العيال غيقري في الخصوصي؟ هذا الوقت هذا واحد وكيتقاتلوا معاه جوج. كيفاش والدينا غيقريونا في الخصوصي وعادك القطاع الثانوي مكلف؟ حنا والدينا ما قادرينش باش يزيدوا لنا حتى السوايع ما عسى. الشرطي اللي كيمد يده على الاستاذ وكيضربوا، هذاك الشرطي قبل ما تمكن بديك المنصب شكون قراه؟ خرج على يد اساتذه. حنا قراونا اساتذه ونعم الاساتذه، لا بطريقه الشرح لا انا قريت في قضيه عياد العام اللي فات الجديد. الاساتذه اللي قراوني كاملين الله يعمر دار، وهذا العام هذا تبدلوا لي الاساتذه وباقي ما قرينا معاهم والو. واش غنقراو؟ يعطيو الاساتذه الحقوق ديالهم، غياخذوا التلاميذ الحقوق ديالهم وغترجع المياه المجاريه ونتموا كلشي بنجاح وندوزوا امتحانات ديالنا ويصحوا لنا. حنا كتلاميذ كنطالبوا بحلول جذريه لا للحلول الترقيعيه. عينا ماشيين بالحلول الترقيعيه، تلاين عام بقاو ماشيين بالحلول الترقيعيه. واش هذه هي 4 سيمانات والدوله باقا ما جبرت الحل؟ اللهم هذا منكر. 4 سيمانات ملي كنجيو النيابه كيقول لك الموضوع ماشي ساعه. هذا ماشي ساعه. حنا عينا صابرين حتى لين عام بقاو صابرين. واش غيمشي هاد العيال غيمشيو في الخاوي؟ كون بعد علمونا غير قبل هما لا حتى ربحوا المكاتب ودخلوا الفلوس في جيبهم وشرينا الدفاتر وشرينا الكتوبه. واللي باع انا كدوره في المراه باع التلفازه والتكشيطه باش شرات لولاد الكتوبه بلا ما نبقاو نفقوا بعطيتنا. كاين البنادم ما عندوش الامكانيه. حتى حنايا شرينا داكشي. انا اش من فائده نشري الدفتر غيبقى لي خاوي؟ اش من فائده؟ انا ديك الدفتر خصني نعمرو باش نعمر راسي، باش نوعى، باش نكون غدا في المستقبل مواطنه صالحه. السلام عليكم. انا كأم بحالي بحال جميع الامهات اليوم في هذه الوقفه قدام النيابه بمدينه تطوان. جينا باش نعرفوا ونشوفوا شنو هو الحل مع وليداتنا. كنفيقوا نمشيو للمدارس كنلقاو الاساتذه ماشي كاينين ماشي حاضرين عاملين الاضرابات. علاش خاصنا الوزاره السيد شكيب بن موسى وزير التربيه والتعليم خاصو يعمل معاهم الحل باش حنايا يوفروا لنا الظروف الملائمه لوليداتنا. راه استثمارنا هما ديك الوليدات. راه حنايا ما عملنا والو في حياتنا ووليداتنا ما بغيناهمش يكونوا بحالنا. حنايا خريجي المدارس العموميه كاد المعلم ان يكون رسولا. حنايا الاستاذ كانت عنده واحد الهيبه، كنا كنحترموه وكنقدروه، كان كثر من الاب ديالنا والاستاذات ديالنا كانوا كثر من الامهات ديالنا. راه نصبروا على اي حاجه الا التعليم. راه مقهورين بالكرا، مقهورين بالضوء بالماء بالمعيشه بغلاء الاسعار. نصبروا على كل شيء يفوت الا التعليم. كل شيء هون الا التعليم. ابسط حق من حقوقنا اللي مخولها لنا الدستور وصدقنا عليه وبغيناه هو التعليم. الله يجازيكم بخير. لقاو معنا الحال. راه هيدا غنبقاو بالاحتجاجات حتى تجبروا معنا الحال. حنايا وليداتنا ضايعين. المدارس كتقولوا عليهم ما كيقريوش مزيان، بالعكس اساتذه الله يعمرها السلعه. الاطر كاملين اللي في المدرسه بالمديرات مدرسه السيده زينب رجعت من المدارس الرائده. وليداتنا كانوا غير في الدعم، باقي ما بداوش حتى المواد الاساسيه. الله يجازيكم بخير. وقفوا مع وليداتنا، راهما وليداتكم. حنايا كنولدوا وانتم ربيو. راه التربيه سبقت التعليم. الله يجازيكم بخير. السلام عليكم. انا كأب ديال الاولاد ديالي وجهت رساله للوزاره بان هذا العام هذا ما قراو فيه حتى شي حاجه. دابا ساعه الاضرابات اللي كنبغيو زعما نوصلوا الرساله للوزاره بان تشوف مع الاساتذه. راه الاستاذ اذا عطيتيه حقه راه يدخل القسم ويعطي لوليداتنا، ووليداتنا راه يكونوا واحد مستقبل ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله الرحمن الرحيم. وبالنسبه كنطلب بالوزاره في اقرب وقت يعني ان شاء الله يكون هذا التفاته لهاد الاساتذه. راه هما الاساتذه هما البنيه ديال الدوله وديال المدينه. وبالنسبه لنا حنا كمواطنين واولياء امور ديال التلاميذ فاغلبيه الامهات كيسمحوا في الاشغال ديالهم في المنزل في الدار وكيخرجوا المظاهره ولا كيمشيو للمدرسه كيقول لك القرايه ما كايناش، رجع العيال ماشيين المسجد. حتى النفسيه ديال الاولاد ديالنا حتى هي كتحطم. حنا ما نقراوش اليوم لا غدا ما قاريينش، اليوم ما قاريينش غدا ما قاريينش. حتى هما تطبعوا على هذا واحد النهار قاريين وسيمانه ما قاريينش، 3 ايام 4 ايام ما قاريينش. وهذا الشيء كنقولوا على الله وعسى يعملوا هذه الالتفاته لهاد التلاميذ الله يرضى عليهم وصافي. باختصار سيدي الوزير، انا بغيت نكون طبيب وما بغيناش
يقريونا الطلبه، بغينا استاذ حيت هو يفهم المستوى ديالنا، هو اللي يفهم المستوى ديالنا، هو يفهم كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم تلميذة بسمة الحاضي من مدرسة الفراهيدي الثانية أولى إعدادي. كنطالبوا بالحقوق ديالنا، راه بغينا نقراو، عطيو الحق للأستاذ ماشي يرجع يقرينا، راه بزاف، راه الأمهات ما صابريش وعيينا ما نشريو في الدفاتر وبزاف، عطيو الحق للأستاذ، راه باش خرجتوا نتوما بالسبب لهذا الأساسي، الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم الوالدين، عطونا الحقوق، راه الأمهات والآباء عياو ما يقطعوا من الكرش ديالهم ماشي يعطينا. إذا كان هذا الشرطي كما قالت الزميلة كيضرب الأستاذ، هذاك ماشي شرطي، هذاك ماشي بربي. عطيونا الحق ديالنا، حنا كنطالبوا بالحقوق ديالنا، حنا ما كنهرسوا، ما كنخرجوا نضربوا، كنخرجوا باش نطلبوا الحق ديالنا. الله يرحم الوالدين، راه حنا عيينا من هذا الصبر وبزاف، عطيونا الحق ديالنا، راه حنا خصنا نقراو. اولا بغينا نوصلوا واحد الرساله كامهات للسي الوزير يشوف من حال هاد الوليدات وهاد التلاميذ اللي ضايعين، وليداتنا ما كيقراوش. بغينا حل جذري ماشي حلول ترقيعيه. بغينا وليداتنا يلتحقوا بالمدارس ديالهم، ما بغيناش جيل مكلخ، ما بغيناش جيل عاقم، ما بغيناش جيل منهار، بغينا جيل عطاء، جيل مستقبلا يقدر يسير المستقبل ديالو بكل اريحيه. واحد الملاحظه بالنسبه لي هو ان سيادة الوزير ما باغيش يعمل معنا حل، ما باغيش يعمل معنا شي حل اللي يكون مناسب للاطر التعليميه ولا لنا حنايا. بغينا يشوف في المواطن الدرويش، المواطن الضعيف، بغينا يشوف في حال هاد الوليدات. تصور ما بقات عندنا لا تعليم ولا تربيه، دابا حنا وليداتنا كنديوهم للمدرسه كنرجعوهم في يدنا، فما الكبارين الا الكبارين كينفلتوا، الكبارين كيخرجوا ما كتعرفهمش فين مشاو. الكبارين الدري كيمشي كيتشمكر ويتعلم بزاف ديال الحوايج خايبين. البنات نتوما عارفين واش حنا بغينا نصلحوا التعليم ونصلحوا هذا الجيل هذا اللي طالع باش يعطينا واحد الجيل كيعطي يعني واحد الجيل اللي يقدر يزيد بالمستقبل ديال هذه البلاد، ولا بغينا جيل اللي غيرجعوا بينا للوراء. التعليم هو اساس المجتمع، الا نهار التعليم نهار كل شيء. حنا حطمنا الاستاذ، حطمنا التلميذ، شنو باقي لنا باش غنزيدوا حنا المستقبل، باش غادي نتقدموا. فقدنا السيطره على ولادنا، فقدنا السيطره على الوضع ديال ولادنا، لانهم ولاو نعاس وقرايه والو وضايع. السلام عليكم، اسمي آية، أنا كتلميذة في المستوى السادس ابتدائي. كنطالب بالحقوق ديالي كما كيطلبوا الأساتذة بالحقوق ديالهم، وكنتمنى يتحل هذا المشكل في أقرب وقت، حنا بغينا نقراو. السلام عليكم، أنا كأم كنمثل الأمهات، كنطالب زعما كيقولوا كيحاربوا حنا هاد الهدر المدرسي في المغرب. أنا كأم كنشوف إنهم كيزيدوا على الهدر المدرسي في المغرب، كيزيدوا الهدر المدرسي في المغرب والأمية في المغرب اللي كيقولوا كيحاربوها على الهدرة ديالهم هما، كيقولوا كيحاربوا الهدر المدرسي والأمية في المغرب. أنا كنشوف والأمهات معايا كنشوفوا إنهم حنايا أصلا كيردونا اللور، كيردونا أميين كاملين بولادنا بحنايا. ما عرفتش علاش هما ولادهم كيقراو حنا ولادنا لا، علاش هما ولادهم كيقراو حنا لا. بغيتهم يجاوبوني هذا السؤال، علاش زعما حنا ماشي من الشعب، ماشي مغاربه، حنا بغينا حقنا، ولادنا بغينا لهم حقهم، بغينا نقراو، بغينا ولادنا يقراو، بغينا يشوفوا لنا شي حل، يشوفوا شي حل ويقريونا ولادنا، ما نبقاوش هكذايا. السلام عليكم، أنا كتلميذة في المستوى السادس، أنا مطالبة الموحد، كنطالب بحقي وحق الأساتذة. أنا ما خصنيش نقرا، خصني يطرح حقوق الأساتذة لأنهم كيجاهدوا معنا، وشكرا. السلام عليكم. خير الكلام ما قل ودل، حنا بغينا وليداتنا يقراو. هذا الشيء اللي عاملينها الحكومه راه زيرو، وليداتهم قراوهم وحنا وليداتنا هما كيضيعوا. شرينا كتوبه، شري هادي، حنا بغيناهم يعطيو المطالبنا المعلمين باش حنا يقراونا وليداتنا. هادشي اللي كاين، حنا ما بغينا لا مشاكل، لا حنا كنخرجنا نطلبوا بالحق ديالنا.
حنا خرجنا نطالبوا بالحق ديالنا لان وليداتنا كيضيعوا. حنا بدنا خرجنا دابا مخليين الشغل ديالنا، مخليين المسائل ديالنا باش وليداتنا ما يضيعوش، لان وليداتنا كيضيعوا. راه مشى الدوره تقريبا الدوره الاولى كامله مشات والعيال باقي والو، خصوصا اللي عندهم الباك، خصوصا اللي عندهم السانكيام راه كيضيعوا. وشكرا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك